أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستنصره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله لإقامة الحجة فتركنا على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن ألتقي بكم في هذا البرنامج المبارك بإذن الله المسمى من مشكاة النبوة، نقتبس من تلك المشكاة شعلة تنير طريقنا وترشدنا إلى خالقنا وتقوم عبادتنا وتزكي نفوسنا. نقف مع بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتمس معانيها ونحاول فهم ما ترشد إليه، علنا نتحلى بما تدعو إليه ونتخذه منهجا نسير عليه في طريقنا إلى الله. ونحن حينما ندرس حديثا في هذا البرنامج فإنما نقف عند المنهج العام الذي رسمه وأرشد إليه، ونقف أحيانا عند بعض المعاني التي لا بد منها لفهم الحديث أو لها فائدة في التطبيق، وليس القصد في شرح هذه الأحاديث التحليل والتشريح، لأن ذلك يطول والوقت لا يسمح بذلك. فشأننا في هذه الأحاديث التعرف على مقصوده صلى الله عليه وسلم مما قاله أو فعله، وبيان ما يتضمنه كلامه من الحكم والأسرار، بيانا تعضده أصول الشريعة وتشهد بصحته العقول السليمة وتدل عليه أقوال العارفين بحسب ما فهموه. ومع الحديث الأول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أصل من أصول الدين، وعليه مدار الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد استحسن كثير من العلماء البدء بهذا الحديث في المصنفات التي تصنف في العلم الشرعي، تنبيها على لزوم تحسين النية في بث العلم وطلبه. وقد ابتدأ الإمام البخاري صحيحه بهذا الحديث لذلك، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل لا ثواب عليه ولا ثمرة له في الآخرة، أي لا يقع عليه ثواب ولا ينجو صاحبه يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، تطلق النية عند أهل العلم على معنيين: الأول، ويراد بها في عرفهم تمييز العبادات عن بعضها البعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر مع أن ظاهر الصورة واحد، أو كتمييز صلاة الفريضة عن النافلة، أو تمييز العبادات عن العادات، كتمييز من يغتسل للجنابة عمن يغتسل للنظافة أو التبرد. وهذا المعنى هو المتداول غالبا بين الفقهاء في تناولهم للأحكام الشرعية.
الثاني: ويقصد بالنية في هذا المعنى تمييز المقصود بالعمل، أي هل العمل لله وحده خالصا من كل شوائب الشرك، أم هو لله ولغيره، أم هو محض الرياء الذي ليس لله فيه شيء. وهذا المعنى هو المقصود من كلام العارفين والسائرين إلى الله، لأن همهم تحقيق العبودية لله ونظافة الأعمال من كل شائبة تخرج العمل من دائرة الرياء إلى دائرة القبول والإخلاص. ويجب على المؤمن أن يجمع بين المعنيين في أفعاله، فيخصص الفعل بالنية بالمعنى الأول، ويحققه بالقصد لله بالمعنى الثاني للنية. ولا بد أن يعلم المؤمن أن النية الحسنة تقلب المباح الذي لا ثواب فيه إلى عمل يثاب عليه، كالأكل والنوم مثلا، إن نوى بهما الإنسان التقوي على طاعة الله وعبادته انقلب أكله ونومه من عادة إلى طاعة وقربة يؤجر عليها. وقد أفاد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أن العمل لا يحكم عليه بأنه صحيح أو باطل إلا بحسب النية المصاحبة له، والتي كانت واقرة في القلب زمن الفعل، لأن النية هي التي كانت وراء وجوده وخروجه لحيز التنفيذ. وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، أن الثواب الذي يأخذه العامل على عمله إنما يكون بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. والمعنى: لا يحصل المرء إلا جزاء ما نوى من خير أو شر، ولا يحصل له غير ما نواه. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للدلالة على هذا المعنى مثالا حيا عايشه أصحابه لتقريب المعنى لهم، وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تقريب المعاني بضرب الأمثال. وقد ضرب لتقريب المعنى هنا بشيء عرفه أصحابه، وهو الهجرة في سبيل الله، فهو مثال حي عاش الصحابة في رحابه، فهاجروا في سبيل الله إلى الحبشة ثم إلى المدينة حبا في الله ورسوله، ولكن لم يخل الأمر ممن خرج إلى المدينة على غير هذه النية، فخرج على أمل نيل مطمع دنيوي من مال أو متاع أو زواج بامرأة معينة، كالذي خرج من أجل الزواج بامرأة تسمى أم قيس فاشتهر بها فسمي مهاجر أم قيس. روى الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فتزوجها. قال: فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وفي الحديث إشارة إلى أنه مع كونه قصد في ضمن الهجرة سنة عظيمة، فقد أبطل ثواب هجرته بجعل مقصد هجرته الزواج بامرأة. فالفوز برضا الله تعالى لا يكون إلا لمن خرج حبا في الله ورسوله وابتغاء مرضات الله، حيث يكتب الله له من الأجر والثواب ما شاء سبحانه لقبول عمله وانبنائه على قصد صالح حسن. وخسر الآخرون الذين لم يخرجوا إلا من أجل الدنيا، حيث أوكلهم الله إلى ما هاجروا إليه، وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، وقوله في الصنف الآخر: فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهو معنى قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه،
هجرته مردودة وقبيحة، ويوكله الله إلى ما هاجر إليه. كذلك كل عمل قبوله ورده بحسب النية الباعثة عليه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأخلص نياتنا، وردنا إليك ردا جميلا، وخذ بأيدينا ونواصينا إلى التقوى وما يرضيك عنا. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر يجمعني بكم، وحتى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.